وصفة اليوم صينية اللحم مع المشروم والبطاط المهروس. الوصفة عبارة عن 3 خلطات وراح أكتبها لكم تحت الفيديو مع الترجمة. الخلطة الأولى خلطة اللحم، إذا سويناها ممكن نحطها شوي بالثلاجة ترتاح، أو سيدة على طول نزهد بصحن بايركس، أفضل أنه يكون مدور عشان لما ينقصها يصير شكلها حلو، ونرص فيها خلطة اللحم وندخلها الفرن درجة حرارة 180 على ما تستوي. نسوي خلطة البطاط، وعندنا بطاط مهروس ونحط عليه مجموعة بعد من التوابل ومعاها البقدونس. شوفوا طريقتي في عمل البطاط المهروس. أدري عندنا مليون آلة نقدر إن إحنا نهرس فيها، بس أحسن طريقة اللي هي المشخال، تعطي نتيجة عجيبة يا جماعة. يلا الخلطة الثانية، زيت نباتي وعليه بصل. الخلطة الثالثة عفوا، معاها المشروم كمية راهية يطلع الماي ماله، وبعدها نحط عليه التوابل، وبعدها فيها بقدونس. انتبهتوا؟ 3 خلطات. الحين نسوي الطبقات، طبعا فيها كريمة بعد، كلها مكتوبة تحت الفيديو بالتمام الكمال. خلصت الكفتة نحط عليها المشروم ونحط عليها خلطة البطاط المهروس، نبلل القفشة بالماء عشان يسهل علينا التشكيل، ونسوي هالطريقة هذه بالشوكة. نرش شوية بخاخ زيت الزيتون وندخلها الفرن لغاية ما تتحمش لنا كل شيء مستوي. شوفوها عجيبة ولذيذة، راح يحبونها كل أفراد الأسرة.